السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي شوات إدريسي آسيا، ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هاد الأكلة جربتها مرارا وتكرارا وفكرت باش نتقاسمها معكم. أكلة لذيذة تنفعكم للغدا ولا للعشاء، وصحية بمكونات موجودة عندكم في الدار ديالكم. وإليكم الطريقة والمقادير وفرجة ممتعة. سنحتاج لهذه الأكلة الشهية زلافة الروز الصفر، شوية زيت البلدية، 2 معالق كبار ديال الربيع، قزبر معدنوس، 3 خيزويات، جزرات، 3 بطاطس، فلفلة حمراء وفلفلة خضراء، وشوية الجلبانة أنا عندي كونجولي. بالنسبة للعطرية شوية الملحة، شوية الإبزار، خرقوم والتحمير. دابا غادي نشرعو في الطريق. أول حاجة غادي نديروها، غادي نسلقو الروز، زلافة الروز ب2 لايف ديال الماء، شوية الملحة، شوية الزيت، وغادي نردوه ربع ساعة يكون واجد. الروز غادي نسلقو نص سلق، وطريفات ديال الدجاج، هي طريفة الصدر هي فخيضات، و3 ضريسات ديال الثومه ولا الثومه غبره اللي عندكم. الخضره غادي نقطع مربعات صغيره، فلفله وبطاطا وخيزو. الخضره راني قطعتها دي بتيدي، والجلبانه حتى هي خلطتها معاهم. ودابا غادي نشرملو الدجاج. غادي نزيدو على الدجاج العطريه اللي ذكرت، وغادي نزيدو شويه ديال الزيت، الخضره حتى هي غادي نزيدها نفس العطريه، ملحه، الابزار، خرقوم، تحمير، حتى هي غنخلطها. غادي نزيدو للدجاج شويه الربيق من 2 معالق كبار، والضريسات ديال الثوم بعد ما حكيتهم، وغادي نخلطو ونشرملو الدجاج ونخليوه على الاقل واحد ربع ساعه باش يتشرب العطريه. الروز درتلو الصفاره ورديتو على البوطه، هي بدا تيصفر، نقصت عليه البوطه 10 دقائق، ها هو طاب نص طياب. خديت برمه درت فيها الماء، وندير فيها طريفات ديال الحامض باش ما تكحلش. دابا غادي نخلطو الخضره هي هذه، غادي نزيدوها الروز، وغادي نخلطو كلشي. غناخدو كسكاس ديال البرمه غنديرو فيه الدجاج، غادي نزيدو عليه الخضره،
نزلت عليه الخضره. هاد لاصوص اللي بقى، هاد الشرموله اللي بقات، غادي نزيدو عليها شويه الماء ونكبوه على الوجه ديال الخضره، غير شويه الماء. غنديرو 2 وريقات ديال سيدنا موسى باش يعطيو المذاق لهاد الخضره. دابا غادي نشعل عليها وغادي نخليوها حتى وكان يطيب الدجاج وطيب الخضره. غادي نغطيو البرمه بغطاها. دابا انا شعلت عليها وغادي نخليها طيب حتى وكان طيب الخضره وطيب الدجاج. الأكلة ديالنا هي وجدت، دابا بقى غير التقديم ان شاء الله. نص ساعة الخضرة تطيب والدجاج يطيب والروز هو تيتفور، ودابا هي وجدات. غادي نقلبوها في الطبسيل. من بعد ما قلبناه جا بحال المقلوبة، الدجاج من الفوق والخضرة من التحت، وكنا حيدنا الوريقات ديال الرند. وها نتوما البنات كيجاكم هاد الطبق خفيف ظريف ساهل، والروز جا مفرز حبة على حبة. راها وجبة متكاملة تنفعكم في العشاء ولا في الغدا، مشبعة. تنتمنى تجربوها، ولا عجباتكم ما تنسونيش من لايك وابوني والضغط على الجرس باش ديما توصلوا بالجديد. والى وصفة اخرى باذن الله، وشهية طيبة.